السلام عليكم. كما كتلاحظوا معايا فيديو جديد مع اقتراب شهر رمضان. الله يدخل علينا في الصحه والسلامه يا ربي. غنشارك معكم اليوم السفوف اولا سلو. سهل، ما فيه الصراحه مقادير بزاف واقتصادي مع هذا الغلاء اللي كاين. صراحه راه جا زوين بزاف، كنتمنى تجربوا هذه الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم. سبق لي وحضرت معكم سلو صحي فيه بزاف ديال المكونات. دابا غنقدم معكم واحد سلو خفيف ظريف. تبعوا معايا المقادير والطريقة في الفيديو حتى الأخير، فرجة ممتعة. أول حاجة كنفسخو اللوز من القشرة ديالو، كنخليه ينشف ليلة كاملة. من بعد كنقليه. كما لاحظتوا راه هنا شعلت البوطة وخليت نار مهيلة. قبل ما تسخن ليا الزيت دفت اللوز على داك الزيت، والزيت تكون هكا كتغطي لينا اللوز باش ما يتحرقش لينا ويطيب لينا من الداخل ومن برا. هاد الطريقه زوينه في الصراحه في القليان، انكم كديروا الزيت وهي دافيه ما تكونش سخونه بزاف. من بعد كيبدا يتقلى لينا داك اللوز، كيطيب كامل وما كيجيش محروق نهائيا. نفس الطريقه اللي غادي نديروها اللوز نديروها حتى الكاوكاو، وكياخذ لنا واحد اللون ذهبي رائع وكيجي طايب ومقرمش وما كيجيش محروق نهائيا. كما لاحظتوا معايا اللون ديالو. وحتى بالنسبه للكاوكاو حتى هو الطريقه ديال القليان اننا كنديروه في زيت دافيه ما كتكون سخونه. من بعد كيبدا يسخن لنا داك الزيت وفي نفس الوقت كيطيب معاه يا اما الكاوكاو يا اما اللوز. انا حاولت نوريكم غير الطريقه ديال القليان، من بعد غنشارك معكم المقادير كلها ان شاء الله في الفيديو. ودابا غادي ندوز معكم المقادير. بالنسبه للمقادير، انا هنا خديت كيلو ديال الزنجلان، غسلته مزيان من داك التراب اللي كيكون فيه ونشفته، ومن بعد حمرته هكايا في المقله. وهنا خديت كيلو زائد واحد 200 غرام هنا باش غادي نزوق في الاخير. عندي هنا واحد الكميه ديال كيلو ديال اللوز. هنا سبق لي وشاركت معكم دابا كيفاش حتى قليته في الزيت. غسلته خليته بات ليله كامله، عاد قليته حتى نشف مزيان من داك الماء اللي فيه. وهنا تاني خديت واحد تقريبا 200 غرام ديال اللوز، هذه بوحدها غير باش نزوق في الاخير هي والزنجلان. وعندي هنا نص كيلو ديال الكاوكاو، انا استعملت غير نص كيلو. مقادير بسيطه وصراحه وكيجي زوين هذا السلو، هذا خفيف ما كثرتش فيه بزاف ديال المكونات. عندي هنا حبه حلاوه 2 معالق، حتى هما غسلتهم هي والنافع. 2 معالق كبار من كل حاجه. نقيتهم مزيان من داك الحجر اللي كيكون فيهم وحمرتهم في المقله. هنا عندي 3 ديال المعالق ديال القرفه، معالق كبار. واحد الكوزه، انا درت غير النص ديالها، كاين اللي كيبغي الكوزه المذاق ديالها، كاين اللي ما كيبغيهاش. وعندي هنا كيلو ديال الدقيق الفورص اولا الدقيق الابيض، حمرته في الفران اللي كيكون في الزنقه. موالفه كنحمره في الدار، ولكن هذه المره حمرته على برا. الصراحه كيجي زوين، كيتحمر لينا مزيان. من بعد شديت داك اللوز زائد الكاوكاو والزنجلان، هنايا طحنتهم حتى ولاو ليا هكا على شكل طلقوا لي داك ليدام اللي يكون فيهم. انا هنا ما بغيتش ندير الزبده نهائيا في هذا السلو ديالي، درتو هكا طبيعي. وتا اللوز حتى هو كما كتلاحظوا راه كينطحنوا حتى كيولي على هذا الشكل. ميدم لينا، كيطلق لينا داك الزيت اللي كتكون في اللوز وفي الكاوكاو والزنجلان والدقيق كيف ما كتشوفوا معايا. وهرمشت هذاك اللوز اللي غادي نزوق به، خليتهم جانبا. وطحنت هذاك الشيء كامل اللي شفتوا معايا قبيله في المقادير. انا غادي ندير هنا غادي نحلي بالعسل، ما غاديش ندير السكر. العسل اللي كيكون هكا عسل الحر، ولكن كيكون الثمن ديالو مناسب، عسل الازهار اولا ديال الليمون. هنا عندي واحد الكاس كبير ديال داك الزيت اللي قليت فيه اللوز. خديت منه واحد الكاس كبير. انا صراحه قسمت اللوز قليته بوحدو، الكاوكاو قليته بوحدو باش ديك النكهه ديال الكاوكاو ما تجيش مجهده في الزيت. وخديت واحد الكاس باش غادي نضيفها الى خصني ليدان في الاخير. وهذا السلو راه اقتصادي، جربوه غادي يعجبكم بزاف، بدون زبده بدون ما درتش فيه زيت العود. مولفه كندير زيت العود حاولت نغير شويه، درتو خفيف هاد المره. المهم كناخذ واحد البانيو ولا اي اناء عندكم يكون كبير باش تحكموا في ملي تبداو تخلطوا السفوف. هنا عندي بانيو ديال كنخليها كغير الاكل ولا شي حاجه في المطبخ اكيد. غندير عليه داك الدقيق مع دوك النواشف كاملين اللي عندنا. هنا كنغربل القرفه حيت كتكون ما مطحوناش مزيان، نغربلوها مزيان. ونافعو مع حبه حلاوه حتى هما نغربلوهم. من بعد ضفت هنا شويه ديال الملح لتصحيح الذوق، وغادي نخلط هاد النواشف مزيان. وغنضيف عليهم دوك المكونات ديال اللوز مع الزنجلان
والكاوكاو، وغنضيف العسل حتى هو، وغنجمع كلشي المكونات. دابا غتبدا الخدمه، لان الصراحه سلو كيبغي الخدمه مزيان، كيبغي يدليك. الا ما دلكتوش راه ما كيتخلطش، وداك الليدام ما كيتنسجمش مع بعضياتو. انا ما درت الصراحه داك العسل كامل، خليت منه واحد شويه. نتوما الحلاوه كتحكموا فيها كما بغيتو. تقدروا تعوضوا العسل بالسكر، سكر كلاصي. كتبداو تضيفوا وتذوقوا تشوفوا الحلاوه اللي بغيتو نتوما. انا هنا غادي نبدا ندلك هاد بحال كنعجنو الصراحه، خصو يتدلك مزيان. غندلكو مزيان مزيان باش تدخل داك المكونات في بعضياتها. والقوام ديال الليدام نتوما كتحكموا، بغيتو يجيكم يدم بزاف، بغيتو يكون شويه. المهم كل واحد كيفاش كيبغي الصفوف. انا هاد المره درتو الصراحه شويه خفيف. المهم كندلكوه مزيان كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. ضروري ندلكوه، وما حدنا كندلكو فيه هو كيطلق لينا داك الليدام، داك الليدام ديال اللوز مع المكونات الاخرى كلها كتطلق. انا غنضيف هنا خصني شويه الليدام، غنضيف داك الكاس كامل ديال الزيت، وغنعاود تاني ندلكو مزيان. صراحه جربوا هاد الطريقه، راه كتجي زوينه هكا، كيجي الزيت خفيف. زيت تكون جديده بطبيعه الحال، نقليو فيها داك الكميه ديال اللوز اللي عندنا ونحتفظوا بها جانبا. الا خصنا هكا ليدام كتكون ديك الزيت طيبه وطارق فيها داك النكهه ديال اللوز، صراحه كتجي زوينه بزاف وخفيفه. صافي، وغندلكو جميع المكونات حتى تنسجم مع بعضياتها. هنا من بعد ما كملت الدليك ديالي، غنعطيكم واحد الفكره سبق لي شاركتها معكم. ملي تكملوا الدليك ديال السفوف ديالكم غتشدوا غربال هكا، داك اللي كنغربلوا به الزرع مثلا اللي كيكون شويه غليظ، وغنبداو هكا نغربلوا فيه السلو ديالنا باش دوك الكويرات ما يبقاوش لينا. الصراحه كيجي هائل، غير جربوا غادي يعجبكم وغادي يسهل عليكم العمليه ديال الدليك. في الاخير هنا ضفت داك الزنجلان مع الكاوكاو مع اللوز عفوا، وغادي نخلط. صافي هنا كملت السفوف ديالي، جمعتهم. هذا هو القوام اللي بغيتهم يكونوا بحال هكا. ما حدهم كيبقاو الصراحه وهما كيطلقوا لينا ليدام. يعني الغد اللي غتلقاوهم واخا كيبانوا لكم ناشفين شويه، غتلقاوهم طالقين ليدام. كنتمنى هاد لا فيديو ان شاء الله تكون عجباتكم وما نكونش طولت عليكم وفتكم. اللي حيره بغات دير السفوف جاوها هكا المقادير شويه غاليين، تعتمد دير هكا طريقه سهله بدون زبده بدون زيت، وكيجيو الصراحه زوينين. ونتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال. ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش باش تفعلوا الجرس يوصلكم ديما الجديد ان شاء الله. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.